صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. يمكن واحنا كنا في القطاع الزراعي عرفنا ان احنا في مصر عندنا جزء من القطاع الزراعي وهو الجزء الخاص بتربية الثروة الحيوانية، سواء اللي هي كنا بنتكلم في دواجن، بنتكلم في ماشية. السيكتور ده موجود وموجود بقوة في مصر. في ارتفاع في التكلفة بتاعته، يمكن كنا ذكرنا الأسباب بتاعته بسبب إن نوعية السلالة المصرية مش بتدينا لحمة كتير، وذكرنا كمان شركات بدأت تخش في الحتة دي إن هي تعمل نجاح في الجزئية دي، في إنها تستورد أنواع سلالات معينة تاكل نفس كمية الأكل اللي بتاكله السلالة المصرية بس تدينا كمية أكتر. يمكن اتكلمنا على كذا مزرعة منهم وكذا شركة منهم. المهم إن في وسط الدورة دي أنا هذا المربي عايز ياكل علف، حلو ماشي، ما يجيب العلف. عندنا بقى صناعة مهمة جدا تبع الصناعة الخاصة بالجزء بتاع الحديد، بما إننا بنتكلم في السلسلة دي وتشكيل المعادن، وهي صناعة الأعلاف. عشان أقدر أديك العلف ده أنا لازم يبقى عندي مصنع يصنع الأعلاف. إحنا لوقت قريب كانت مصانع الأعلاف بتاعتنا بتتجاب من بره، والمكن بتاعها بيتجاب من بره. هنا دخلت شركة الأدهم قالت لك بص أنا هبقى متخصصة في مصانع تصنيع الأعلاف، مش هعمل مكن تاني غير مكن الأعلاف. بيصنعوا المكن عندهم كاملة في مصر، بس يعملوا حاجة حلوة جدا. انت لما بتروح تقعد معاه، ودي الحتة اللي هم متفوقين بيها، انا ما عنديش ستاندرد برودكت خالص او المصنع ده بيعمل طاقة انتاجية كده، لا، بيجي يقعد معاك الفريق الهندسي بتاعهم يقول لك انت عايز المصنع ده يطلع طاقة انتاجية قد ايه، مساحة المصنع اللي عندك دي تنفع ولا لا لازم نعمل تعديل كذا عشان تعمل كذا، لا الطاقة الانتاجية اللي هتبقى مساحتها قد كذا. بيفضل معاك في الرحلة ويفضل معاك ويعمل التصميم المناسب، وفي نفس الوقت تنفيذ المكن الخاص بمصانع الأعلاف، ويفضل معاك في الرحلة لحد ما تدور مكنة وهو قاعد معاك في مصر، ماشيين معاك في الرحلة كلها. الميزة بقى ان هم عملوا مصانع أعلاف كتيرة قوي، عملوا في الدلتا ووصلوا للصعيد، عملوا في سوهاج وعملوا في أسيوط. هم موجودين، تخصصهم في مصر. انا هقدر اساعدك تعمل مصنع تصنيع أعلاف بطاقة انتاجية عالية، وتقدر تستغل المساحة اللي عندك، لدرجة ان انا ممكن اعمل لك مصنع في مكان صغير. اديني مساحتك وعايزة الطاقة الانتاجية وسيبني انا اقول لك هعملها لك ازاي. تحية للناس اللي بتفكر حلو ودخلت تعمل قيمة مضافة في حد ما عملهاش قبل كده في مصر. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.